فيلم بيتكلم تاج شخص اتربى في ملجأ، والملجأ اللي كان عايش فيه بتاع واحد اسمه دكتور صلاح وعنده مدرسة، فتاج هيشتغل في المدرسة. واول حد هيقابله في المدرسة هي ديا الشربيني مدرسة الموسيقى اللي اعجبت بيه من اول لحظة، لدرجة ان عيد ميلادها في نفس الشهر بتاع عيد ميلاده، وقررت من اول يوم ان حفلة عيد ميلادهم في المدرسة تبقى مع بعض في يوم واحد. واول اجتماع ليه في المدرسة على مستوى الإدارة بيحاول ان هو يقنع الناس ازاي السوشيال ميديا مضر للاطفال، وازاي نوجه الاطفال للتكنولوجيا واستعمالها استعمال صحيح وليس استعمال خاطئ. وكان كلام عام كده والموضوع خلص على كده. صحي من النوم تاني يوم فجأة كده في عيد الميلاد، اكتشف ان هو عنده قوة خارقة لدرجة ان هو في مشهد كوميدي نفخ في التورتة خلى هدوم المدرسين تقع بطريقة سريعة. عرف يوصل لجده اللي رماه على باب الملجأ مش عارفين ليه لحد دلوقتي، وقال له ان العيلة كلها عندها قوة خارقة، وقال له ان في كتاب يحمل اسرار وتاريخ العائلة الخارقة.